السلام عليكم ومرحبا بكم. وش رقم خياتي؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. انا بنعمة والحمد لله. يوم جديد وفيديو جديد ووصفة جديدة اللي هي شكشوكة بيضنجان او الدنجال، كل واحد كيف يسميه. خواتتي اللي وصلت معايا لهنا نقولها ما تنسيش هذاك الجام به يعطي الفيديو لعدة مشاهدات. هذا مكان احنا ما ننساوش نصلوا على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسموا بسم الله ونروحوا للوصفة نتاعنا. ما راكم تشوفوا خياتي، أنا عندي حبة بصل وعندي زوج حبات بيضنجان أو الدنجال. قطعت البصل نتاعي كاريات صغار شوية، ونقيت بيضنجان نتاعي وخليته بالقشرة، ما تنحيلوش القشرة كامل، وقطعته هكذا مربعات. ودوكي راح نحكم نحط له الماء ونحط له الملح باش ما يشرب الناس الزيت. ورايحة نحط مقلة على النار وما نكثرش فيها الزيت، نديرها زوج مغارف ولا ثلاثة باش الباذنجان نتاعنا والبصل رايحين يطيبوها في البخار. والمقلة نتاعك ماذا بيك تكون ما تلصقش. دوكي راح نحكم نحط ديك البصل وباذنجان ونحركهم باش ما يلصقولش في المقلة. اذا كانت مقلة جديدة راه مش رايحين يلصقولك هكذا، ونغطيهم ونخليهم يطيبوا في البخار على نار قليلة باش ما يتحرقوناش. دوك نروح للطوماطيش. عندي 3 حبات طوماطيش ولا 4، يعني على حسب العائلة نتاعك. راح نسكرفجهم او نرحيهم في الربو على هذه الطريقة. ونحكم ندير طاجين او مغلى. انا عندي طاجين تاع الفخر نحب نطيب فيه، من الاحسن نجي الاكل نتاعو حلو. نحط له شويه زيت 5 مغارف ولا 6، ونخليه يسخن ونحط هذيك الطماطيش ونرجع الشكشوكه نتاعي نحركها هكذا. قلت لك ما تقفليش عليها، مره على مره حركيها. احنا ما ننسوش موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم ولا بيتي وارحم والدي وارحم اميمتي وارحم موتى المسلمين اجمعين. اللهم شفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم انصر خوتنا في فلسطين، امين يا رب العالمين. دوكا راح نحط الطماطيش تاعي نخليها تتقلى. النار تكون متوسطه يعني تكون قليله. ما نسيتش الشكشوكه ثاني هذيك حطيها على نار قليله، نقصيلها النار قليله باش تطيب لنا في البخار نتاعها، يعني تطيب على عقربها. يعني منقصه النار هنا مره على مره نحرك باش البصل هذيك والباذنجان يطيب لنا على البخار. انا مكثرناش زيت يا خيرك شفتي. هنا راح نحط الملح وما نكثرش. راح نزيد نحط الطماطيش من بعديه هكذا، نحرك على هذه الطريقه ونغطيه ونخليه يطيب. دوكا راح نرجع للطاجين نتاعي، راح نحركه ونحط له فصوص ثوم. استغفر الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا راح نحط الثوم 4 فصوص ولا 5. نعرفوا الدنجال يمشينا مع الثوم، لازم الثوم. انا حطيت 4 فصوص يكونوا كبار. هكذا نحرك ونغطي ونخليه يطيب. هنا نرجع للطاجين نتاعي. شوفوا راه تجمر، راه على نار قليله هكذا. دوكا راح نحركو وراح نحط لي زيبيس، نحط الكمون وراس الحانوت فلفل عكري حلو والملح. الملح متكثريش، راني حطينا في الشكشوكه باش ما تجيناش الشكشوكه نتاعنا مالحه. ديري حسابك.
باش يعطيكم كل ما هو جديد منا. هنايا حطيت طماطيش مصبرة وحطيت الهريسة، ولا ما عندكش الهريسة ديري فلفل حار اخضر قطعيها رقيق مع الطماطيش وخليه يطيب. انا عندي الهريسة، درت الهريسة وراني نفتح فيها باش نفتح الطماطيش هذيك والهريسة باللاصوص هذيك. ما شفتيني حركتهم باش يتفتحوا في لاصوص هذيك. استغفر الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هاني مرة على مرة نحرك الشكشوكة نتاعي. هنا هي راح تطيب خلاص. راكم شفتوا البصل ديك والبدنجان كيفاه ذابوا. طابوا غير في البخار. دوكي راح نغطيهم ونخليهم يكملوا طيابهم ونرجع على الطاجين نتاعي. هنا شوفوا الطاجين نتاعي كيف راح تشمر، راح تشمر. الله الله. دوك الباذنجان نتاعنا راح نطفي عليه. طفينا على الشكشوكة نتاعنا. الطاجين نتاعنا راح تشمر. دوك راح نحطلو ديك الشكشوكة وراح نحركها غير بشويه باش ما تخسرليش الشكل نتاع الشكشوكة تاع باذنجان. باه الباذنجان يبقى يعني محافظ على الشكل نتاعو. حركي غير بشويه ودخلي ديك لاصوص. ما راكي تشاهدي اختي، غير بشويه قلبي باش الباذنجان تاعنا ما يتوساش في، ما يروحلوش الشكل نتاعو، يبقى محافظ على الشكل نتاعو. هكذا على هذه الطريقه. وخليه يتجمر، غطيه وخليه يتجمر شويه، راه كلش طايب باش تدخل لاصوص هذيك في باذنجان والبصل. هنا نغطيهم شويه ونخلو عنهم. هنايا راح نحط لهم رشه كزبره بعد ما جبتهم على النار. حطيت لهم رشه كزبر اخضر. وشوفوا ديك الشكشوكه نتاعنا كيفاه جات معسله. الله الله. مع شويه خبز او مطلوع. الله الله. شهيتكم في الجنه خواتاتي. نتمنىكم تجربوها وتفرحوا بها اهل بيتكم وتقولوا لي في التعليق واش رايكم. راكي تشوفي كيفاه جات معسله. الله الله. ونخليكم في رعايه الله وحفظه ورجاء ممتعه. مع السلامه مع فيديو اخر.